السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم قرع العسل. قرع العسل ده من الوصفات الحلوة الجميلة جدا، حاجة حلوة بس بتبقى طعمها تحفة ولذيذ جدا. اول حاجة بنجيب القرع زي ما انتم شايفينه كده من السوق، بيبقى متقطع جاهز كده او انتوا بتقطعوه في البيت، تقشروه وتقطعوه في البيت. ومعايا كيلو حليب بلدي بالقشطة بتاعته، انا غليته وسبته ساقع يطلع القشطة. ومعايا كوبايتين سكر، واربع معالق دقيق عشان البشاميل، ومعايا فانيليا، ومعايا لوز للتزيين. وكمان هنجيب بديل النوتيلا او النوتيلا، او شوكولاته عندك تسيحيها على البخار، ايا كان ايه هي، بس النوتيلا بيبقى احسن علشان تبقى تقيله شويه، بتبقى حلوه قوي في الطعم كمان. اول حاجه بجيب الحله اللي احنا هنشتغل فيها، اللي هنحط فيها القرع عشان نسلقه. بس مش بنسلقه على طول، احنا بنحط عليه كوبايتين السكر وبنسيبه حوالي ساعتين، مش اقل من ساعتين، عشان ينزل كل المية اللي فيه. احنا مش بنزوده مية خالص، هو بينزل المية بتاعته. اول ما بينزل المية بتاعته او بعد ساعتين بنقوم رافعينه على النار، وهوريهولكوا برضو قبل ما ارفعه على النار. انا هنا اللوز ده انا بقسمه نصين زي ما انتم شايفين كده، علشان هزين بيه في الاخر بعد ما نخلص. هنا القرع اهو بعد ساعتين بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، فهرفعه على النار لحد اما يستوي. اما امسك المكعب الاقيه استوى خالص معاه. انا كده رفعته على النار، وده شكله بعد ما استوى خالص زي ما انتم شايفين كده. فان انا اقدر اهرسه يتهرس معايا، لان احنا هنهرسه طبعا قبل ما نحطه في الصينيه. صفينا طبعا القرع زي ما انتم شايفين كده. حطيت القرع في مصفى، وتحتيه طبعا بولة فيها عشان ينزل المية بتاعته دي، لان المية دي ده الشربات بتاعه او العسل اللي نزل منه. فده بنزود بيه البشاميل، بيخلي طعم البشاميل حلو جدا عن ما يتعمل باللبن بس او بالحليب بس. فانا هنا هرسته بالمعلقة زي ما انتم شايفين كده. وبجهز بقى البشاميل بتاعي. بنحط طبعا سمنه وزبده، انا حاطه هنا سمنه وزبده. في الحلويات دايما خليكي اشتغلي بسمنه وزبده مش سمنه بس، في او الزبده كمان بس يفضل يعني. فانا هنا حاطه سمنه بلدي وحاطه زبده، وحطيت الاربع معالق دقيق، وهفضل اقلب فيهم كده زي ما انتم شايفين لحد ما ريحه البشاميل يطلع معايا، تشمي ريحه الدقيق استوى. بعد كده هننزل باللبن الاول. اللبن ده اللي انا قلت، اللبن اللي هو بالقشطه بتاعته. هتحطوا لبن عادي المعلب، بتحطوا معاه مثلا معلقتين قشطه، هي بتخلي الطعم بيبقى غني واحسن شويه. يا اما اللبن بالقشطه زي اللي انا حاطاه ده. وبعد ما ندوب اللبن خالص في البشاميل، بننزل بالشربات او العسل اللي هو نزل من القرع، اللي لما احنا صفينا القرع منه زي ما انتم شايفين كده. وندوبه خالص لحد اما البشاميل ياخد القوام التقيل شويه، اللي هو قوام المهلبيه، اتقل سنه بسيطه بس منه. زي ما انتم شايفين كده البشاميل بقى جاهز. الصينيه اللي هنحط فيها القرع انا ما بحطش فيها اي حاجه خالص، لا بدهنها سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. انا بحط فيها بس كبشتين من البشاميل اللي احنا عاملينه ده كده، وبخليه يغطي الصينيه كلها من تحت. وبعدين هبدا اشتغل، مش بتلزق خالص ولا حاجه بتتحرق مني كمان في الصينيه. وهبدا بقى احط القرع اللي احنا هرسناها. انت تهرسيه بشوكه، تهرسيه بمضرب، تهرسيه. هو بيبقى سهل جدا ان انت تهرسيه يعني، لانه بيبقى مستوي. وهنفرده في الصينيه. بعد كده هنزل بطبقه البشاميل التانية الباقي اللي معايا زي ما انتم شايفين، وغطيها برضو. وهبدا بقى، تقدروا هنا في النص تحطوا على فكره مكسرات، تحشوها مكسرات، بس الافضل ان هي تكون حاجه بسيطه على الوش زي ما انا هعمل دلوقتي. وممكن تعملوه زي ما هو كده، زي ما بعد ما حطينا البشاميل تقدروا تدخلوه الفرن ويطلع ويتاكل، بيبقى حلو جدا برضو. ودي الطريقه اصلا الاساسيه بتاعته، ان انت بتعملي بالبشاميل وبتدخليه الفرن وبس كده. بس انا بحب اعمله بحاجه مختلفه، عشان في اطفال هي تحب تاكله، فمش هتاكله الا بالطريقه دي، ان انا اكون مغيره في شكله شويه. بعد ما حطيته كده هندخله الفرن، وهوريها لكم بعد ما تطلع. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه، ريحتها حلوه جدا جدا.
وهو القرع اصلا بيبقى طعمه جميل، بتبقى حاجه حلوه. من الحاجات المميزه كده اللي تحبي تاكليها، سواء سخنه مثلا في الشتاء، في الصيف تحبي تاكليها ساقعه. حاجه حلوه يعني، بتبقى موجوده معاكي طول السنه، بتبقى حلوه جدا. بزينها بقى، دي بقى اختياري، عايزين تحطوا النوتيلا ده عليها مش عايزين. ساعات اوقات بحط صوص شوكولاته عادي، اللي في العلب، صوص شوكولاته اللي هو السايح ده، اوقات برضو بحطه. بس تكون هي بردت شويه. انا دلوقتي عاملاها لكم وهي سخنه، وهتشوفوا هي عامله ازاي دلوقتي. هنقطعها طبعا، هي بس بتتقطع بصعوبة شويه لان هي لسه سخنه، المفروض بتهدى شويه وبتقطعوها، وبيطلع الخرطه بتطلع مظبوطه. بس عايزه اقول لكم، بس حبيت اوريها لكم هي سخنه عامله ازاي. هي اصلا شكلها حلو جدا وريحتها تحفه. طريقتها سهله جدا، ما خدتش وقت زي ما انتم شايفين خالص، وما فيهاش مكونات كتير. عايزه اقول لكم بشاميل حلو قوي، شكله عامل ازاي ومش باين فيه خالص. العسل بتاع القرع ان هو كان لونه اصفر، مش مؤثر على لون البشاميل. يمكن بسيط خالص خالص. وكمان بقى طعمه بيفرق كتير قوي للأحلى عن اما تعملوا البشاميل بتاع القرع بالحليب بس او باللبن بس. القرع العسل لما بتحط معاه بيبقى حاجة تانية خالص، بيبقى طعمه حلو جدا. ياهو شكله بعد ما طلعته، انا حاولت ان انا اطلعها تبقى سليمة كده زي ما انتم شايفين. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، والمقادير زي ما انا بكتب في كل مرة.